بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض كده صينية سمك، حاجة خفيفة صحية، وطبعا مش متعبة ولا هتزهقك، هتحضريها في مفيش، وحاجة كمان ولا قلي بقى ولا اي حاجة من دي، والخضار بتاعها معاها كمان حاجة جميلة. طبعا السمك بنغسله غسلة كويسة جدا، انا ما بخليش فيه اي حاجة، وزي ما انت شايفة انا فاتحاه بالسكينة كده فتحات علشان ندخل فيها التتبيلة. على فكرة يا بنات، الحوض انا غسلاه قبل ما احط فيه السمك. بنضف السمك كويس، وانا بحب اشيل العين بتاعه السمكة. في ناس كتير مستغربة الحركة بتاعتي دي، بس انا اتعودت اشيل عين السمكة. التتبيلة بتاعتي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده، عبارة عن شوية فصوص توم كده، يجي 5 6 فصوص توم، ومعاهم قرنين فلفل حار وطماطماية وبصلاية صغيرة وعودين كده كزبرة خضرة. بنضرب الكلام ده كله، نحط له مكعب مرق الدجاج وملح وكمون وكزبرة ناشفة ورشة جنزبيل، وطبعا بنعصر معاها الليمون. نبدأ بقى نتبل السمكة كويس من جوه ومن بره، والفتحات اللي فيها نتبلها كده تتبيل كويس، نخلي اللحم كله يشرب من التتبيلة. انا بركنها بقى في التتبيلة دي حوالي ساعتين. السمك ما بيتنقعش يا بنات، يعني المرة اللي فاتت برضو قلت لكم المعلومة دي، لحم السمك اصلا ما بيستحملش. عندي هنا بقى في الصينية بتاعتي دي فرشة خضار، عبارة عن طرنشات بطاطس. طبعا البطاطس بتعمليها رقيقة مش زي بتاعة الفراخ، لان السمك ما بياخدش سوا. طرنشات بطاطس معاها طماطم، ومعاها فلفل حار، ومعاها كزبرة خضراء، ومعاها الليمون زي ما انت شايفة طرنشات. بنتبلها بنفس التوابل اللي حطيناها في السمك، برضو ملح وكمون وكزبرة ورشة جنزبيل. بنفرش بقى التتبيلة الجميلة بتاعتنا دي، وبرضو الليمون كده والريحة ما اقولكيش. بنفرش الخضار في الصينية، ونرجع بقى نقوم جايبين السمك بتاعنا اللي اتبل، نرصه بقى كده عليها زي ما هوريكي دلوقتي اهو. البطاطس يا بنات بتتقطع في الوصفة دي رقيقة علشان تستوي معاكي. نرص السمك بتاعنا كده، وبعدين نقوم بقى نازلين عليه كده برشة زيت خفيفة على وش السمك علشان يلمع. زي ما انت شايفة كده الريحة في الوقت ده، ريحة التتبيلة كانت تحفة. هنزل عليها بقى كده بسرسوب زيت، حاجة بسيطة يا دوبك، هوريكي حاجة بسيطة جدا اهو. زي ما انت شايفة كده الصينية دي للي بيعمل دايت حاجة كده خفيفة وجميلة، بس طبعا هياكلها من غير بقى عيش. بغلفها بفويل وتدخل فرن نار عالية فوق وتحت شغال زي ما انت شايفة كده. بتقعد ربع ساعة، وبعدين بشيل الفويل بتاعي واقوم بقى سايباها تحت الشواية تتحمر وتاخد لون جميل. زي ما انت شايفة كده السمك بتاعنا لحمه استوى والخضار بتاعنا استوى. السمك نزل ميته، سوى الخضار، انا ما حطيتش مية. زي ما انت شايفة كده البطاطس دابت والخضار استوى ولحم السمك استوى معايا. يطلع بقى بالمنظر الجميل اللي هتشوفيه ده، حاجة عظمة بجد يا بنات، وصفة تستحق التجربة. اتمنى تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك.